ليه منتخب الارجنتين ما عندوش ولا لعيب اسمر؟ سؤال بيتسال مع كل بطوله او ماتش بيتلعبوا الارجنتين، خاصه عند البرازيليين بيقعدوا يقولوا الارجنتين يلا يا اللي ما عندكوش حد اسمر. عندهم حق الصراحه، يعني السمار نص الجمال. عشان الارجنتين يرد عليهم يقول لهم يعني احنا شعب ابيض ما عندناش سمر الصراحه. يعني ايه ما فيش اغاني للسمر في الارجنتين؟ الواحد ملوش اكل عيش هناك بقى. يا اسمراني اللون حبيبي الاسمراني. السؤال ده ما اتسالش بعد كاس العالم الاخيره بس، لا ده طلعت نكته في كاس العالم 2014. قالك تخيل المنتخب المانيا فيه على الاقل لعيب اسمر، انما منتخب الارجنتين ما فيهوش ولا لاعب اسمر. لحد من كام شهر كده اتعمل كتاب لكاتبه اسمها إريكا دينيس، اسمه ايه بقى؟ الاختباء لصنع جمهوريه ارجنتينيه بيضاء. ايوه الموضوع وراه لغز. ادخل يا جابر. إريكا دي من أصول أفريقية وأجدادها كانوا عايشين في الأرجنتين، فهي بقى بتحكي القصص اللي توارثتها عن الأجداد. قالت لك بقى إيه؟ إن في القرن ال 18 نزل حوالي 200 ألف أسير على الشواطئ الأرجنتينية، وكان جد جدها تقريبا من ضمن الناس ديت. ومع نهاية القرن ال 18 كان تلت الشعب الأرجنتيني لونه أسود. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ وديتوا الشعب فين؟ طوال القرن ال 19 حصل إبادة ممنهجة نحو الارجنتين الاكثر بياضا. الحكومه قررت تغسل الارجنتين. جه قال لك اي حد اسمر عايز ياخد حريته ينضم للجيش لمده 5 سنين ويحارب عشان استقلال الارجنتين. فالاسمر دخل لقى كلهم سمر اللي بيحاربوا، عشان معظم السمر دول يبتدوا يهربوا بقى على ايه؟ بيرو، البرازيل، او يرجعوا بلدهم. غير ان هم خدوا السمر دول حطوهم في قرى موبوءه، ولا مستشفيات ولا عيادات، يلا مع نفسيكم عشان الاباده تكمل. وقالت لك في سر مش خافي عليكم يا جماعه، الدستور الارجنتيني فيه ماده بتقول الكلام ده، وهي بتشجع هجره الاوروبيين البيض الى الارجنتين، وقالت ان البند ده موجود لحد النهارده. هما كانوا شايفين ان اوروبا مهد الحضارات، فاحنا عايزين ننضم للصفوف الاوروبيه. عشان تطلع الارجنتين ترد على الكاتبه ديت وتقول لها على فكره كل كلامك ده مش صح، احنا لغينا العبوديه من سنه 1815، فما كانش فيه سفن عبيد بترسى على الارجنتين، وكل السفن بتروح على البرازيل. انت بقى مع انهي روايه؟